دينا مراجيح ماتت وسابت وراها عيلين. دينا ماتت حزينة على وفاة والدتها وحلقت شعرها زيرو قبل وفاتها، وده بسبب نفسيتها السيئة لأنها بقت يتيمة الأب والأم وعايشة من وهي صغيرة شقيانة. دينا اتجوزت وهي 14 سنة ومحدش يعرف شكل جوزها ولا حتى ظهر وقال أنا عايز عيالي بعد ما ماتت، وده اللي مخليه شبح بالنسبة لناس كتير، أو هو رافض إنه يظهر وياخد عياله بعد ما أمهم ما ماتت وسابتهم لوحدهم من غير قرايب حتى عشان يراعوا العيال الصغيرة دي. دينا مراجيح من سكان المقطم من المناطق الشعبية في مصر، وكانت شقيانة من وهي عيلة صغيرة وما اتعلمتش ولا دخلت مدارس، وده بسبب الظروف اللي كبرت فيها بدون أب ولا أخ. يعني فتحت عينيها في الدنيا لقت نفسها مقطوعة من شجرة، وبسبب كده أمها جوزتها صغيرة. ما هو زيها زي أي أم خايفة على بنتها وعايزة تسترها عشان تضمن لها عيشة نظيفة، بس الظاهر إن أمها استعجلت وجوزتها لشاب مستهتر بعد ما خلفت منه عيلين. الندل سابها وقال لها أنا هشوف حياتي عشان مش هعرف أصرف عليكي أنتي والعيال، ومن ساعتها رجعت الشغل في الشارع تاني واشترت مرجيحة عشان تمرجح العيال في منطقتها وتسترزق منها، وده سبب تسميتها دينا مراجيح. دينا بتحكي وبتقول إنها ما عاشتش سنها زي باقي العيال، وكان الشقة مكتوب عليها من وهي عيلة صغيرة، وبقت تمسح سلالم وتنظف مخازن عشان تضمن لقمة ليها ولعيالها، ومش زي بنات اليومين دول اللي بقوا يلجأوا لوسائل الربح السريع، سواء إنها تطلع ترقص أو تمشي في البطال لا سمح الله. دينا قالت أبدا إن شاء الله كلها لقمة بملح، أنا عايزة أربي عيالي بالحلال عشان لما يكبروا يبقوا فخورين بأمهم. وطلعت الناس كلها واترحمت على دينا لما ماتت ودعوا لها بالجنة. بس السؤال المهم هو مين هياخد باله من عيالها بعد ما ماتت؟ يعني هياكلوا ازاي ويشربوا منين؟ ولو تعبوا مين هيروح بيهم المستشفى؟ خصوصا ان دينا قالت في كذا لقاء ليها انها مقطوعة من شجرة. ربنا يرحمك يا دينا ويرزق عيالك بعيشة احسن ويكبروا ويعرفوا ان امهم كانت شقيانة عليهم.